بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد ونشاط وحيوية، يا رب يعجبكم النهارده ان شاء الله الفيديو ده. تعالوا نشوف نعمل قرنبيط النهارده، ونعمله بطريقة جميلة جدا هتحبوها، او حتى اللي مش بيحب القرنبيط هيحبه يعني بالطريقة اللي انا هعملها به دي بإذن الله. انا جبت قرنبيطين صغيرين مش كبار يعني، وفردتهم اهوت الوردات بتاعهم اهوت يا حبايبي، وقطعت الحته اللي بتبقى فوق ديت، العين اللي فوق ده الجامد ده، عشان هنبتدي ايه نسلقه. ماشي اهو. قرنبيط طازه وجميله اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنجيب كسرونه اهوت ونحط فيها ميه تغلي، وهنسلق الوردات بتاعتنا دي بعد ما نشيل العنق بتاعها ده اهو يا حبايبي. هنسلقه، هنزود السلق بتاعه شويه عشان احنا عايزين ايه نفرفطه كده، يعني نقطعه بالسكينه ناعم خالص. الوردات دي كلها هنهرسها خالص تبقى ناعم، بحيث ما نعملها في الصينيه مش هتبان اهو. بنزود في السلق شويه، بتمسك الحته كده في ايدك بتلاقيها، تحس ان هي طريه تحت ايدك بتطلعيه. ادعمونا يا حبايبي باللايكات، وافتحوا القناه، فعلوا الجرس يا حبايبي عشان كل جديد يوصل لي منكم باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو سلقانهم يا حبايبي اهوت، وخلصنا سلق القرنبيط اهو. هنجيب لبن، يعني مش هياخد لبن، مش هياخد كتير، انا كنت كده كده بغليه بالصدفه يعني. هناخد قيمه كوبايه ونص لبن، مش هناخد كتير. حتى اللبن يتغلى والقرنبيط طلعته كله اهوت. وهنعمل بقى بطريقه حلوه النهارده ان شاء الله. قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر، واللي عايز يحط حراق يحط، لكن انا مش بحب الحاجات اللي حراق. وهنقطعه كده ايه حلقات كده. وبرده بصله، هنجيب بصله برده تاني نعملها حلقات برده اه يا حبايبي. لو رفعتها برضو اقل من كده حلوه برضو، لو رفيعه يعني الحلقان رفيعه مش مشكله. وكده برضو حلو. احنا هندبلها في قلب ايه الزيت في طاسه، هندبلها بس ونحط لها البهارات بتاعتها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ادعمونا باللايكات يا حبايبي، ما تنسوناش، وكومنت حلو منكم كده، ما تنسوناش في اللايكات يا حبايبي، وابعتوا كومنت حلو منكم كده يفرحني. مهم. قطعت اهوت الفلفل اهوت، وبرضو ايه حبايه طماطم هنعملها برضو طرنشات برضو طماطم زي ما انتم شايفين كده. طريقة حلوة وجميلة، واللي مش بيحب القرنبيط هياكله ومش هيعرف هو ده ايه. مم. مش هنكتر يعني الفلفل ولا الطماطم. وبرضو حباية بصلة صغيرة اهيت. مم. هنجيب برضو ايه طاسة على النار. هنبتدي نقطع القرنبيط اهو، هنفرفطه خالص. هو ما شاء الله ده يبقى انت لو عملتيه بس بشوكة كده ومعلقة هتحس ان هو ايه كله اتفرفط من بعضه. ما شاء الله، حاجة جميلة وأكلة جديدة وبننوع. وما شاء الله مش غالي يعني. قرنبيطة ب10 جنيه، أنا جايبة الاتنين دول ب25 جنيه الاتنين، الواحدة ب12 ونص، مش غالي. مم. لو عملتها بإيدك دوت هتتفرفط منك خالص، ما شاء الله دايب اهو. اهو تنويع، هنعمل ايه يعني؟ كل يوم هناكل ايه؟ طازة وجميل ما شاء الله، جاي أبيض وجميل، تجي تنقي الحاجة الطازة الحلو. فرفطناها كلها اهوت، فكنا الوردات كلها من بعضها. وهنجيب طاسة بقى ونحط فيها معلقة زيت اهو، أقل حتى. ماشي. وهنحط بقى الايه الفلفل الاحمر والاخضر دوت والبصله والحبايه الطماطم، وهندبل ايه الحاجات دي مع بعضها. الخضار ده هيتدبل على النار، وهنحط له ايه حبه ملح برضو صغيرين اه. وهنغطيها برضو بغطا شويه، نحس ان ايه بحس ان الطماطم والبصل يعني يدبل، ما يبقاش طعمه ايه بيقرمش في قلب القرنبيط. هيبقى جميل اوي والله، جربوه بالطريقه ده مش هتندموا ان شاء الله. الحاجه يعني الخضار ده دبل اهوت ما شاء الله. هنغطي برضو بغطا شويه اهو، حطينا له ملحيه وبرضو بهارات بسيطه خفيفه كده. هنطفي عليها بقى. هنيجي بقى القرنبيط يا حبايبي ايه، هنجيب برضو حبايه طماطم هنبشرها بالمبشره،
وهنضيفها على القرنبيط اللي احنا فرطينه ده. ودول بهارات بقى، بابريكا وفلفل وكمون وحبه قرفه عشان البيض برضه، ويا ستي برضه كزبره ناشفه وشطه لو بتحبي، وعندي بطينه همت، وعندي شدتين كزبره وشبت، وعندي ايه 4 معالق دقيق وكوبايه لبن، مش هناخد كوبايه ونص لبن. اه، ومعلقه بيكنج باودر يا حبايبي عشان تبقى مش مكتومه كده، تقب وتبقى حلوه في الصينيه. ادعمونا يا حبايبي وفرحونا باللايكات بتاعتكم، ما تنسوناش، وفعلوا الجرس يا حبايبي، فرحوني وافتحوا القناه وشوفوا كل جديد عشان كل جديد يوصلنا منكم. ماشي يا حبايبي اهو. ضفنا بقى المقادير دي كلها على بعضها مع اللبن اهوت، وبنقلبها كويس. هنبتدي نحط البيض. اصل انا ايه ما رضيتش احط البيض عشان ادوق الملح بتاع اللبن والحاجات اللي هي المواد اللي احنا حطيناها الاولانيه دي، المقادير الاولانيه. ما رضيتش احط البيض دلوقتي عشان ادوقها، انت بخلي البيض للاخر خالص. ونص معلقه قرفه عشان خاطر ايه تحوش زفاره البيض. ماشي يا حبايبي. وقرص الطماطم اللي انا بشراه هتعملها على القرنبيط عشان يدي لون حلو كده، ما تبقاش لونه ابيض. اه يا حبيبي. وتجيب الصينيه بقى اللي هتعملوا فيها القارب او الصينيه. ونسيت اقول لكم معلقتين زيت على الخلطه اللي هي ايه اللي انا عملتها دي. والصينيه بقى تدهنوها، تزودوا الزيت شويه في قلب الصينيه عشان ايه، وتسخنوها على النار عشان لما ما تلزقش فيها، لما تيجي تطلعي القرنبيط قطع قطع كده ما تبقاش لازقه في الصينيه. تقدحوا المعلقتين الزيت اللي هما في الصينيه دول وتدفوهم على النار اهو. ضفنا بقى القرنبيط للبن والبقدونس والخضره والحاجات اللي احنا حطيناها الاول دي. ما شاء الله اهو، تبقى صينيه جميله ان شاء الله اهو. الزيت ولازم تسخناه على النار يا حبيبتي، وتنزلوا نص المقدار دوت وتفرديه في الصينيه. احنا مش عايزينها تخين، انا عندي صينيه صغيره بس مدوره، بس لا كانت هتبقى تخين. هتنزلي نص المقدار بالظبط وتفرديه اهو. اعملي بظهر المعلقه كده عشان تحسي ايه ما فيش حاجه تبقى متكتله عاليه عن جنب عالي وجنب واطي اهو. واطي يا حبايبي. عايزه كومنت حلو منكم كده يا حبايبي يفرحني. ايوه، الطاسه اللي فيها الطماطم والفلفل والحاجات ديت اهو دبلناها وهتفرشيها. وان شاء الله اعمله لكم برضو بمكرونه، يعني كانه زي المكرونه البشاميل بالظبط. هعملها لكم بلحمه معصجه برضو بدل الخضار ده. انا قلت النهارده اعملها كده، ان شاء الله اعملها لكم في الايام اللي جايه باذن الله بلحمه مفرومه، تبقى جميله قوي. تحط بقى الكميه اللي هي الباقيه التانيه وتفرديها كويس، وتغطي ايه الصلصه اللي هي تحت بالفلفل والحاجات دي. والله هتعجبكم قوي يا حبايبي الصينيه دي باذن الله. جربوها بالطريقه دي وتبقى جميله. والله الولاد مش هيعرفوا ان ديت قرنبيط، ان ده قرنبيط اللي هو مش بيحبوه، والله مش هيعرفوه. وفي الاخر تدهني وشها برضو معلقه زيت بسيط، يعني دهنه زيت بالفرشه كده بسيطه وتلمعي وشها. ولو عندك بقى ايه جبنه موزاريلا ممكن تحطي. انا حطيت وش لبن، والله كان عندي معلقتين وش لبن حطيتهم ياخدوا لون حلو، لان الجبنه الموزاريلا عندي خلصت. ماشي يا حبايبي اهو. تدهني وشها كده بالمعلقه الوش اللبن ده بقى جميل، او تدي له لون حلو. وتدخلها بقى في فرن، تكون انت مولعه الفرن من قبلها وانت بتجهزي الصينيه، تكوني ايه مولعه الفرن يبقى حامي. تحطها من تحت، لو فرنك بيولع من تحت تحطها من تحت شويه، لما تحسي الجوانب احمرت على الصاجه تولعي ايه الشوايه من فوق، ومش بتاخد حاجه والله. ما شاء الله جميله اهي. بتقطعها بقى خرط كده ما شاء الله جميله. والله انا طلعتها قطعتها على طول عشان اوريها لكم، ولا كسرت ولا ترست ولا حاجه. والله جربوها يا حبايبي مش هتندموا. اوعوا تنسونا في اللايكات يا حبايبي، فرحوني اهو. ماشي القطعه بالقطعه وجميله. الفلفل الاحمر ده جميل قوي، طلع لونه جميل. في شوفي القطعه ولا مهروسه ولا حاجه، والله كانت لسه سخنه. والشبت والكزبار باين منها وجميل، وطعمها مش هتندموا عليها والله ما شاء الله. جربوها مش هتندموا والله. شوفي لسه سخنه ازاي، جميله ما شاء الله، هتعجبكم باذن الله.
يا رب الفيديو يعجبكم يا حبايبي، مع السلامة.